النهارده هقول لكم عن رأيي في مسلسلات النص التاني من رمضان. الشهر جري والحقيقة ان في مسلسل منهم هو اللي حمسني جدا ان انا اشارك رأيي معاكم. لا من كتر ما هو عجبني، لا انا عايز اتكلم عنه. يعني انا عامل القناة دي عشان اتكلم معاكم عن آرائي في الفن، وهو بصراحة المسلسل ده هو اللي رجع لي الشغف تاني في مسلسلات رمضان، وعندي تفاؤل كده ان هو هيعوضنا عن مسلسلات النص الاول من رمضان. وفي برضه مسلسلات كوميدية نازلة، وهل هتكون اقوى من كوميديا النص الاولاني من رمضان اللي كان يعتبر البطل فيها هو اشغال شقة وبابا جه؟ يعني مش عايزين نقارن ما بينهم، بس انا عايز اضحك بقى بقيت نص رمضان التاني يعني. فخلينا نتناقش في المسلسلات دي، وفي برضه مسلسل يعتبر كوميدي اكشن عايزين نتكلم عنه. فانا اتفرجت على المسلسلات دي وجاي اقول لك الخلاصه وايه اللي تتفرج عليه وايه اللي ممكن ما رشحهولكش يعني. اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل. خلينا ندخل على اول مسلسل عايز اتكلم عنه. المسلسل اللي فاجئني قوي قوي من النص التاني من رمضان هو مسلسل بدون سابق انذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد واخراج هاني خليفة، اللي كان اخر اعماله فيلم ناجح جدا اللي هو رحلة 404. المسلسل ده انا شفت اول 3 حلقات بس منه لحد دلوقتي، وهقول لك ايه اللي فاجئني يا باشا. اللي فاجئني ان في الحلقة الاولى نفسها كان النص الاولاني بتاعها رتمها هادي خالص، وتحس كده ان المسلسل رايح في رحلة مشاكل زوجية. ومن اول النص التاني الدنيا جريت بقى خالص والصراعات كترت، تحس ان الفيلم رايح في رحلة وهياخدك فيها، وتلاقي عمل تويست ولا احنا قصتنا مش عن ده يا باشا، احنا قصتنا عن حاجة تانية. تطلع الرحلة مختلفة، ومع كل حلقة بتختلف الرحلة. اللي هو انت تتوقع مثلا هيعملوا كده بقى عشان وده هنفضل بقى طول المسلسل كده، تتفاجئ لا بان في مشكلة اكبر، والتعقيدات عمالة تكتر والصراعات عمالة ايه يا لهوي تعقد اكتر. خليني اقول لك قصه المسلسل كده على السريع. هو عباره عن قصه مروان وليلى، حياتهم الزوجيه مش احسن حاجه، وبيروحوا ايه لدكتور استشاري بقى عشان ايه يعالجهم، يعني يصلح الدنيا بينهم. فالقصه كانت ماشيه في ناحيه مشاكل زوجيه، ولكن ابنه بيتصاب بمرض سرطان في الدم، وبيبان لينا ان دي اكبر مشكله في المسلسل، ابنه اللي عنده سرطان. فتحس اللي هو انت عايز تلعب على العاطفه، ودي كانت حاجه مضايقاني لحد ما بنكتشف ان دي مش قصه المسلسل. قصه المسلسل عن الحاجات اللي بيكتشفها في اسرته بسبب المرض بتاع ابنه. فبس من اول اللقطه دي المسلسل ده بيتحكم فينا، عايز اخليك تشك في الشخصيه دي، خد يا باشا حاجات تخليك تشك فيها وتكره الشخصيه، ولكن في اخر الحلقه كل الاحكام اللي انت بنيتها عن الشخصيه دي ممكن تتهد في اخر مشهد من الحلقه. والمخرج هاني خليفه عامل بدايه قويه زي اللي عملها في مسلسل الليله واللي فيها. بس المسلسل كان بدايته قويه ولكن نهايته كانتش حلوه، ولكن انا متفائل بالمسلسل ده انه هيطلع احسن، لان لا المسلسل بجد بيفاجئني، وكتابته حلوه جدا وعامل بناء حلو قوي للشخصيات. كل شخصيه بتشوفها تحس ان في وراها خبايا وغموض خلت الشخصيه تبقى بالوضع اللي قدامنا ده، وحقيقي الواحد متحمس ان هو يعرف ايه اللي ورا الشخصيات دي. ودايما بنحس ان ورا كل شخصيه خبايا وحاجات ما نعرفهاش عنهم خالص، والحلو اللي احنا متشوقين اننا نعرفها. يعني احنا عايزين نعرف، في نفس الوقت مترقبين للاحداث اللي بتحصل للشخصيات. يعني احنا عندنا ترقب لرحله الشخصيه الداخليه وابعاده النفسيه، وعندنا برضو ترقب للاحداث اللي بتحصل للشخصيه اللي احنا شايفينها فعلا بعينينا، اللي هو احنا عايزين نعرف هيحلوا المشاكل اللي بيواجهوها دي ازاي. والمسلسل بيحطك في خانه انك تتخيل نفسك مكان الشخصيه، والصدمه اللي انت بتكتشفها عن حياتك دي هتعمل ايه لو انت مكانه. بكل سلاسه، هو ما قالكش كده بس انت بتتخيل اللي هو ده، انا لو مكانه انا بجد مش هعرف احل ده. يعني بجد انا عايز اعرف المسلسل هيحل ازاي العقد اللي عماله تتعقد دي. واتمنى ان المسلسل يستمر بالريتم ده وما يلجأش ان هو يعمل مط للاحداث، عشان في نهايه الحلقه التانيه كان في شويه مط بانهم جايبين فلاش باك ليهم في الحياه، يعني مشاهد بتاع 8 دقائق مثلا او 5 دقائق، حاجات فلاش باك ليهم في حياتهم. ودايما بيقول لك في السيناريو ان الفلاش باك اللي ما يقدمش في الشخصيه دي بتبقى مشكله. وبصراحه انا كان بالنسبه لي المشاهد دي ممله شويه، طبعا مش ممله اللي هي لدرجه ان انا اقفل الحلقه مثلا واقفل، لا بالعكس، لا يعني عادي يعني، بس كنت مستغرب شويه. واتمنى انها تستخدم حلو في المرات الجايه، عشان شكل الفلاش باك ده عامل اساسي معانا في المسلسل، وهم اصلا استخدموها تاني في الحلقه الثالثه وكانت حلوه قوي. فده مسلسل ارشح انك تتفرج عليه، عشان حاسس ان هو في نهايته هتبقى بلوت تويست صادمه ممكن تتحرق عليك وانت قاعد على السوشيال ميديا. فانا ايه بنصحك يعني. خش بقى على المسلسل اللي بعده، مسلسل كوبرا بطوله محمد امام. ايه بقى قصه المسلسل ده، وهل حلو ولا لا، وبيضحك ولا لا؟ بصراحه المسلسل ده حلو، وتحسه مسلسل رمضاني اللي هو صعب قوي تشوفه بره رمضان، لان المسلسل تحس فيه حاجات غير منطقيه شويه، بس انا عادي قشطه، لان دي ايه تحسها بهارات رمضان. وممكن يكون اللي محسسني بده ان كاتب المسلسل ده احمد محمود ابو زيد، مؤلف المسلسل ده كان كاتب مسلسلات بنحبها زمان زي العار والشك وادم وولي العهد، فممكن ده مدينا فايبس رمضان. بس خليني اقول لك قصه المسلسل. هي عباره عن واحد خرج من السجن عايز فلوسه من اخر عمليه عملها مع العصابه بتاعته عشان يتوب بقى، فبيدخل في صراعات مع العصابه وصراعات مع نفسه برضه في ان هو يكمل في الحلال ولا يرجع للحرام. المسلسل فيه كوميديا وفيه اكشن، بس تحسه هو عايز يروح للاكشن وعايز يفرض الكوميديا برضه في نفس الوقت. هو عايز يوصل للميكس، ووصل له في اوقات كتير على فكره، ان الاكشن والكوميديا ظهروا قوي في الحلقه الاولى، وكانوا الاثنين معمولين باحترافيه. اول
مشهد تعريف ليه للشخصيه بتبين لنا ان هي شخصيه بتهزر كتير، وبعدها على طول بنروح لمشاهد اكشن واللي كان معمول حلو قوي. يعني تخيل كده مشهد كامل معمول بناس بتتخانق في جزاره وبيضربوا بعض باللحمه، مشهد جامد الصراحه. وحاجه حلوه من السيناريو ان هو يختار مكان الاحداث الاكشن انها تكون في جزاره. في حاجه تانية برضو ان انا لما كنت شايف ان كزبره في المسلسل ده كنت فاكر ان دوره صغير ومجرد واحد بيظهر يعني يجي يهزر، ولكن اكتشفت ان في المسلسل ده صاحب البطل. الله، وما كانش عندي مشكله معاه على فكره، بالعكس كان بيضحك. بس في حاجه كده ايه لو بتساءل بس عايز اعرفها من خلال احداث المسلسل، ان هم ازاي اتعرفوا على بعض وازاي بقوا صحاب، لان في فرق في السن كبير ما بينهم يعني. بس قشطه عادي، الكيمياء ما بينهم حلوه قوي. على مستوى الاداء في العصابات فعندنا مجدي كامل عامل الاداء حلو جدا، وحاجه تفرح ان هو رجع ايه الاستحاله، فقشطه انا مبسوط. هل المسلسل ده بقى ارشحه لك؟ لا، يعني انت لو انت راجل بتتفرج في رمضان على مسلسل واحد فلا، مش ده المسلسل اللي خلوه لك يبقى ده المسلسل اللي اتفرج عليه. بس خد فكره، يعني شوف الحلقه الاولى وخد فكره. انا اصلا كوبرا ما شفتش غير الحلقه الاولى ومش عارف لسه فعلا هكمله ولا لا. خلينا بقى ندخل على المسلسل اللي بعده، مسلسل خالد نور وولده نور خالد. ده المسلسل اللي مسؤول عن انه يضحكنا في النص الثاني من رمضان بعد انتهاء المسلسلات الكوميديه بتاعت النص الاولاني اللي كانت بتضحك جدا وناجحه. يعتبر قصه المسلسل، تخيل كده ان جبت مسلسل دارك وعملته كوميدي، هو ده بالظبط قصه المسلسل. مش قوي يعني، بس هو بيتكلم عن ان شيكو بعد ما ابوه مات في حادثه تجربه نووي حصل حاجه غريبه خلت شيكو يقابل ابوه، فشيكو بيحاول يتواصل معاه عشان يوصلوا بقى ايه اللي بيحصل ده. فشيكو هو الابن وكريم هو الاب، والاتنين كوميديتهم وخفه دمهم مخلينا مبسوطين وهم ظاهرين على الشاشه. اللي هو انا مش شايف منك حاجه وحشه بتعملها، يعني انا مبسوط حتى لو مفيش حاجه بتضحك. بس بصراحه الواحد وهو بيتفرج كده تحسه بيضحك فجاه، برغم ان اغلب الحلقات معتمده على كوميديا الافيهات، ولما بيعمل كوميديا الموقف بيبقى كلها ضحك. واكتر مشاهد كوميديا الموقف بتبقى موجوده في وجود كريم محمود عبد العزيز وشيكو في كادر واحد او مشهد واحد يجمعهم سوا. واكتر حاجه بتشد في المسلسل ده ان في قصه فعلا وعايزين نعرف اللغز اللي وراها والغموض اللي وراها. ودي حاجه اعتقد برضو كتاب المسلسل ده عملوها قبل كده في مسلسل البيت بيتي، ان هم كانوا كاتبينه مع بعض، الكتاب كريم سامي واحمد عبد الوهاب. وان اصلا المخرج محمد امين، اللي هو انت مش عارف بقى هل المسلسل ده هيروح مننا لدارك كوميدي، لان المخرج ده هو اللي كان عامل فيلم ثقافي وعامل فيلم ليلة سقوط بغداد وبنتين من مصر وفبراير الاسود، فهو ايه دي حتته. فهل بقى هنلجأ لها قدام ولا هنستمر في الكوميديا دي؟ لحد دلوقتي اصلا حكي القصه حلو، بس ايه عايزين نقرب شويه من ايه اللي هو ايه اسباب الحدوث بتاعت الحاجات دي، عايزين ايه نحل اللغز كده شويه. ده بعد مشاهدتي لثلاث حلقات من المسلسل، عشان ايه اللي هتكون مثلا ايه اتحلت في الرابعه ولا حاجه وانا ما شفتهاش. فالمسلسل مشوق جدا انك انت ايه عايز تشوف الحلقه اللي بعدها. هل الكوميديا اقوى حاجه؟ مش قوي، بس انا بضحك في مشاهد كتير بتضحك، زي ما شيكو راح هو ومراته لبيت كريم محمود عبد العزيز. ممكن اللي مخلينا حاسين ان الكوميديا مش بتضحك قوي لان المشاهد اللي بتبقى فيها شيكو لوحده او كريم محمود عبد العزيز لوحده الكوميديا بيبقى فيها اقل، بس بتحرك القصه لقدام. فانا قشطه ما عنديش مشكله، وبيبقى معتمده دايما على الافيهات بقى. وحقيقي شيكو شاطر قوي في ان هو يقول الافيه، وكريم محمود عبد العزيز شاطر قوي ان هو يقول الافيه، زي مشهد الشاي بلبن بتاع كريم محمود عبد العزيز، مشهد كله هزار. واصلا المشهد بتاع انفجار التجربه النوويه ده جامد جدا برضه. فمسلسل انا مبسوط بيه ومش عايز اقارنه بحاجه ثانيه لان لحد دلوقتي ايه انا مبسوط. وهو كده كده ايه يعني مسلسل كوميدي لايت. فلو انت عايز تتفرج على حاجه كوميدي في النص التاني من رمضان مفيش قدامك غير المسلسل ده وهتتبسط، يعني عمرك ما هتحس انك انت متضايق ان شاء الله، يعني انا واثق فيه. فبرشحه لك لو عايز تتفرج على حاجه كوميدي. وبس كده انا اكون خلصت كل اللي انا عايز اقوله لك عن مسلسلات رمضان. فتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتبعت الفيديو ده لاصحابك اللي ايه عايزين يعرفوا يتفرجوا عليه على مسلسلات رمضان. قول لهم بقى انا هسمع كلام الراجل ده ومتفق معاه في الحاجات دي ومش متفق معاه في الحاجات دي باحترام، لان انا على الفيسبوك في ناس قاعده تهاجمني على حوار مسلسل الحشاشين ده. فانا ايه بامانه كده مش شخصنه على مسلسل الحشاشين، ومسلسل الحشاشين وحش شخصنه بقى، انا ما كملتوش اصلا، شفت الحلقه الاولى بس وكان مراجعه مبدئيه والناس قاعده تروش، الناس كلها قاعده تقول لي رايك يفرق. طب يا عم ده انا رايي ما يفرقش، انت ليه متضايق بتشتم ليه؟ ولو في اي لجنه هتتعمل ضد مسلسل الحشاشين يا ريت يكلموني وانا هطلع ايه اهاجمه، لان انا عايز ارد على اللجنه اللي جت عليا. فبس سلام يا صاحبي.